عاش نساء الجن وورث السحر عن أبوه وتفوق عليه، ولما قرر يتوب الجن انتقم منه أشد انتقام. القصة الحقيقية للمداح الساحر التائب. داود محمد فرحان الساحر التائب تبدأ حكايته في المحافظة أو القرية الفقيرة اللي كان بيعيش فيها في اليمن. كان عايش مع والده ووالدته وكان عمره ما تخطاش ال6 شهور، ودي كانت البداية لما بدأت تجيله نوبات من الصرع وحالات محدش قدر يفسرها ولا في حد قادر إن هو يعالجه منها. ومحمد فرحان والد داود في الوقت ده كان أكبر ساحر ومشعوذ في القرية بتاعتهم، وكانت الناس بتلجأ له كمعالج روحاني عشان يعالجهم وعشان ياخدوا منه البركة. ولما بدأت نوبات الصرع تزيد عند داود وهو لسه طفل ما تخطاش ال6 شهور، فقرر محمد فرحان ان هو يعالج ابنه لكن على طريقه. والعلاج الامثل بالنسبة له في الوقت ده كان ان هو يقدمه للجن كهبة، ونوع الهبة او العطاء اللي بيقدمه للجن ده ان داود يرثه ميراث شرعي، لكن الميراث هنا من نوع مختلف، ان هو يرثه في اعمال السحر والدجل. وعاش داود فترة طفولة طبيعية لحد عمر 13 سنة، ومات محمد فرحان والد داود. وهنا ظنت والدة داود انها ارتاحت من اعمال السحر والشعوذة اللي كانت عايشة فيها ومش راضية عنها، وقررت انها تربي ابنها بشكل طبيعي بعيد عن الحرمانيات اللي كان والده بيعملها. لكنها ما كانتش تعرف ان داود هيتحول لساحر اعتى واكبر واشهر من محمد فرحان. في الوقت ده قررت والدته انها تخفي كل الكتب اللي كان بيستعملها والده في اعمال السحر، وفي نفس الوقت كان بدأ يخرج لأماكن فاضية بدون ما يشعر هو بيروح للأماكن دي ليه. وعلى لسان داود قال إنه قعد سنة كاملة بيروح للأماكن دي بانتظام عشان يقابل النساء دي ويعاشرها معاشرة كاملة من غير ما يعرف إن النساء دي من الجن. والصدمة الحقيقية لداود كانت في يوم وهو راجع من المكان اللي بيمارس فيه العادات اللي بيمارسها مع النساء، ولقى دبة واقفة. في الأول ظن إن الدبة دي ممكن يمتلكها أحد الشباب اللي جه للمكان عشان يمارس نفس اللي بيمارسه داود، وبعد فترة ما لقاش أي حد موجود في المكان، فقرر إن هو يركب الدبة عشان ترجعه لحد بيته. وبعد ما مشي بيه مسافة معينة بدأ ينغز الدبة عشان تمشي بشكل أسرع. وفي الضربة الثالثة التفتت له الدبة وبصت له وقالت له بصوت نسائي: انت فاكرني دبة بجد؟ واختفت الدبة واغمى على داود وصحي فجأة ولقى نفسه في قلب البيت. بعد ما صحي ولقى نفسه في قلب البيت كان بيروح في حالات إغماء متكررة، وصفها إن هو كان بيغيب عن الوعي لفترة وصلت ل3 سنين، وإنه كان في حالة مش متزنة. والدته بدأت تحس إن الأمر اللي بيحصل له ده غريب شوية، فقررت إنها تستعين ببعض الأقارب والجيران من المنطقة عشان يحبسوه في قفص في أوضته. ومش بس كده، ده كمان سلسلوه. وهنا بدأت مرحلة جديدة لداود، المرحلة اللي الجن بدأ يأهلوا فيها إنه يتعايش معاهم ويأكل من أكلهم. وصف داود الفترة دي إن هو كان بيأكل أكل مفيش أي إنسان يقدر يأكل. قال إن هو كان بيأكل لحم الجيفة والميتة، وأحيانا كان الجن بيخرجه من المكان اللي متسلسل ومتأيد فيه عشان يصارع الكلاب والديابة ويأكل منهم الأكل بتاعهم، وأحيانا كان بيأكلهم هم. وقال كمان إن كان من شروط الجن إنك ممكن تأكل أطفال أحياء، وده كان السبب في اختفاء أطفال كتير جدا في القرية اللي كان بيعيش فيها داود. ولما سأله المحاور وقال له: هل انت كلت طفل قبل كده؟ قال له: انا ما عملتش كده، لكن والدي عملها. وبدأ الجن يأهله واحدة واحدة عشان ياخد خطوات أسرع عشان يكون ساحر ملوش مثيل. وهنا قال داود ان هو بدون ما يشعر لقى نفسه في قرية اسمها قرية زبيدة التابعة لمحافظة الحديدة، واللي داود ذات نفسه ما كانش يعرف ايه السبب في تواجده في المكان ده لمدة 3 أيام. ومن بعدها راح لمنطقة يفرس وقعد فيها لمدة 15 يوم. وهنا كان الشرط ان هو يروح لمسجد او مقام اسمه مقام ابن علوان. مقام ابن علوان ده الناس فيه بتصلي لكن عكس اتجاه القبلة، وابن علوان ده ذات نفسه يقال ان هو ولي لكن من أولياء الشيطان، وإنهم بيسجدوا عكس اتجاه القبلة لأن سجودهم والعياذ بالله بيكون للشيطان ذات نفسه. وفي الوقت ده ظهر له راجل أول مرة يشوفه وقال له على مكان كتب السحر اللي والدته مخبياها وقالت إنها تخلصت منها، ومع الكتب دي كان في خاتم وسبحة، واشترط عليه إن هو يدرس كل اللي في الكتب ويفهمه، والخاتم والسبحة دول ما يفرقوش في أي جلسة هيعملها بعد كده. رجع البيت وطلب من والدته تعرفه مكان الكتب اللي هي شايلاها بتاعت والده، لكن والدته أنكرت تماما وقالت إنها تخلصت من الكتب والكتب دي مش موجودة. لكن الصدمة كانت لما داود قال لها على مكان الكتب اللي هي شايلة فيه، وراح وجاب الكتب وبدأ يدرس في الكتب اللي كان والده بيستعين بيها في أعماله. وبعد ما درس الكتب دي دراسة وافية وكاملة بدأ يظهر له الخادم أو الوسيط الروحاني زي ما هو سماه، اللي طلب منه إن هو يروح لكهف في منطقة صحراوية معزولة ويقعد في الكهف ده لمدة
لمدة 40 يوم، وفي ال 40 يوم دول طلب منه ان هو ما يلمس المية خالص ولا حتى يستحمى او اعزكم الله يستنجى بعد اي عملية اخراج او عملية تبول. ومش بس كده، طلب منه ان هو يدنس القرآن ويعمل بيه افعال مشينة. راح داود للمكان اللي هو قال له عليه بالتحديد، وفعلا قعد 40 يوم، وفي خلال 40 يوم للاسف نفذ كل تعليماته. وفي الاخر بعد ال 40 يوم وصف داود حالته ان كانت ريحته اصعب من ريحة الجيفة الميتة والمتعفنة. وبكده يكون داود تمم كل حاجة عشان يبقى فعلا اعتى واكبر ساحر في القرية بتاعته. مش بس في القرية بتاعته، ده كمان كان بتجيله ناس من خارج اليمن عشان تستعين بيه، عشان يعالجها وعشان يقول لها على اي حاجة ضايعة منها. وفي احدى الجلسات اللي كان قاعد فيها داود عشان يعالج بعض الناس ضعاف النفس والايمان، كان بيقول ايات قرآنية. وهنا سأله المحاور ازاي بتقول قرآن والمفروض ان القرآن بيصرف اي جن؟ فقال له ان من شروط الجن كانوا بيطلبوا مني ان انا اقول ايات قرآنية بس بشكل غير صحيح وغير مرتب، ولان اللي قاعد قدامه ضعيف النفس والايمان فبالتاكيد هو مش حافظ القرآن كامل او مش حافظ على الاقل اللي بيقول. في وسط اللي بيقوله كان بيتمتم في سره ببعض التعويذ والطلاسم الغير مفهومة. وكان عشان يبهر اللي قدامه في الجلسة الروحانية دي كان بيطلع الخنجر اليمني اللي بيقال عليه الجنبية، بيبدأ يطعن نفسه في بطنه بالجنبية دي لحد ما تخش بالكامل في بطنه. لكن اللي كان بيحصل ما هو إلا تلبس للجن. وبيخيل لكل اللي حاضرين واللي بيشوفوا المنظر ده إن هو فعلا ولي من أولياء الله الصالحين، وإن حتى الخنجر ما بيأثرش فيه ولا بيموت. لحد في لحظة ما دخل شاب وهو داخل قرأ آية الكرسي. وفي الوقت ده كل الجن والخدام اللي موجودين مع داود اختفوا. وبما إنهم اختفوا فبطل مفعول السحر والجنبية أو الخنجر دخل بالكامل لحد بطن داود. وبقى داود في حالة خطر جدا لمدة 3 شهور في المستشفى بين الحياة والموت. لكن برضه داود ما اتعص وافتكر ان كل اللي حصل ده لانه اغضب الجن في حاجة او ما نفذش تعليمات بحذافيرها. وجدير بالذكر ان من بعض التعليمات دي ان هو قبل اي جلسة بيحضرها عند اي حد لازم يتوضى ويصلي. لكن الوضوء ما كانش في الحقيقة وضوء، ده كان بيخش ينجس نفسه بزيادة ويخرج عشان يصلي، وبيتجه في اتجاه القبلة، لكن لا بيقرأ قرآن ولا بيسجد بشكل صحيح. بيقول لما باجي اسجد كان بيتمثل قدامي الشيطان واقف وبسجد له، او كلب اسود. يعني تقريبا داود عمل كل حاجة تغضب ربنا وتخرجه من رحمته، لحد ما جه اليوم اللي غير حياة داود بالكامل وغير مساره للمسار الصحيح. حكى ان هو في يوم كان بيحضر جلسة من الجلسات، واثناء الجلسة دي تعب وحس ان هو عايز ينام، فطلب من اهل البيت ان هم يفضلوا له غرفة عشان يدخل ينام فيها ويرتاح. واثناء نومه حلم بحلم غريب جدا اول مرة يحلمه. حلم ان هو مات وشاف كل رحلة الموت من اول ما مات لحد ما اتغسل كفن ودخل القبر. وكان سامع اصوات الناس كلها بتقول الحمد لله ان هو مات وارتحنا منه. ولما دخل القبر واتقفل عليه لقى ايد كبيرة جدا طلعت من تحت الارض مسكته وغمسته قدر كبير او حله كبيره مليانه ميه مغليه، وطلبت منه الايد دي ان هو يتوضى ويصلي لربنا. لكن للاسف ما عرفش يتوضى وخاف وقام من نومه على صرخه صحت كل اهل البيت. ولما استوعب شويه ان هو ده كان مجرد حلم او بالنسبه له في الوقت ده كان كابوس، بدا ينام مره تانية. لكن الغريبه انه كمل الحلم اللي كان بيحلمه. المره دي حلم بوالده واقف عند نفس القدر العظيم ده وبيتوضى منه وبيقول له اهرب يا داود وما تمشيش في السكه دي وما تكملش فيها. صحي داود وقرر بالفعل ان هو يغير مساره ويتوب لربنا، والاول مره يدخل يتوضى بشكل صحيح ويصلي بشكل صحيح بين ايدين ربنا. وهنا بدا الغضب الحقيقي للجن وبدات رحله انتقام الجن من داود. بيحكي داود ان الجن فضل فتره كبيره جدا بيحاربه وبينتقم منه، وشويه بيحاول ان هو يقنعه ان هو يرجع له ويغريه زي ما كان بيغريه زمان. لكن في الوقت ده داود كان متجوز وعنده ولدين ومراته حامل في الطفل الثالث. ولما الجن لقى ان مفيش اي سبيل ان داود يرجع مرة تانية للمسار اللي كان عليه، بدأ ينتقم منه انتقام فعلي. اول حاجة قتل ولاده الاتنين. وصف داود ان ابنه الصغير شافه قدامه وهو بيتنفخ لحد ما عينيه خرجت من وشه ومات. وفي الوقت ده داود ما قدرش يتحمل المنظر فأغمى عليه، واثناء ما كان داود مغمى عليه ابنه التاني مات بنفس الطريقة. ولما فاق من حالة الاغماء دي استعوض ربنا في ولاده الاتنين، ومراته بدأت تحفزه وتقول له اوعى ترجع عن الطريق اللي انت ماشي فيه، خليك مع ربنا وربنا هينجينا، ولو وصلت لدرجة اننا كلنا هنموت بس ما ترجعش للي كنت عليه انا راضية. مرات داود في الوقت ده كانت حامل، والمفاجأة ان الجنين اللي كان في بطن مرات داود اختفى تماما.
يعني ما نزفتش او سقطت او اي حاجه، الجنين اختفى بالكامل. بيقول داوود ان الجن قال له ان احنا كلنا الجنين اللي كان في بطن مراتك. فضلت مسيرة انتقام الجن لحد كمان ما موته مراته بعدها بفترة. وبعد كل ده فضل داوود ثابت على التوبة بتاعته عشان يفضح كل السحرة وعمل السحر، حتى بعد ولاده الاتنين والجنين اللي في بطن زوجته، وزوجته ذات نفسها ماتت بمرض مش معروف ومن غير أي سبب. وأثناء الحوار اللي كان معاه سأله المحاور وقال له طلبات الأسياد دي معناها إيه؟ ليه بيطلب في أعمال السحر ديك بشكل معين أو خروف بشكل معين أو أيا كان الطلبات اللي بتطلب في نفس الوقت هي بتخرج لله، ده معناه إيه؟ هنا رد داوود وقال له إن الطلبات اللي بيطلبوها وبيقولوا عليها طلبات الأسياد دي المقصود بيها إنك تذبح شيء لغير الله، وده نوع من أنواع الشرك. وبكده يكون داوود محمد فرحان هو الساحر التائب اللي فضح كل أعمال السحر والمشعوذين والدجالين، حتى كمان اللي بيقولوا على نفسهم إن هم معالجين روحانيين فضحهم. مفيش أي حاجة اسمها معالج روحاني أو وسيط روحاني. وأيا كان تشابه أو تقارب قصة مسلسل المداح مع داوود محمد فرحان، هل هي قصة حقيقية أو مش قصة حقيقية؟ فالجن في حد ذاته فعلا موجود، وفي سحرة فعلا زي داوود محمد فرحان وغيرهم كتير من جنسيات مختلفة كانوا في طريق الدجل والشعوذة وتابوا ورجعوا عنه، منهم اللي تابوا بدون أي أذى ومنهم اللي تابوا وتأذوا. لو تعرف أي قصة يا ريت تكتبها لنا في الكومنتات. ولحد هنا ينتهي دوري عند السرد وبس، أما الحكم في الأول وفي الآخر فهيكون ليك. شكرا، والسلام عليكم.